انت ولا انتي ولا انا كنا كنتفرجوا في برامج في التلفازه، وعمرنا كطيح لينا في البال اننا غادي توصل بينا غادي نتفرجوا في شي برامج اللي كتكون شويه خارجه على الطبيعه الانسانيه ولا كتعدى الانسانيه. كيف ما هادشي اللي غادي نعالج لكم في هذا الفيديو هادي على واحد البرنامج كاين في الجابون. وكنا كنعرفوا الجابون داك الجانب المسطي ديالهم على جميع الاصعده، من الاشهارات لي زانيم البرامج ديالهم. غتكتشفوا معايا اليوم واحد البرنامج اللي فريمون ما عجبنيش انا الحال ملي بديت كنوجد ليه، و فريمون قاس الانسانيه ديال واحد الشخص اللي هو ما كان طالب والو، كان باغي مسكين غير يتشهر، وفي الاخر لقى راسو في واحد البرنامج اللي ما كانش خاصو يدوز فيه. المهم ما تمشيوش، بقاو معايا، يلا نبداو الفيديو وندوزو للانترو. توموواكي هاماتسو دري كابر في عائله عاديه، ام ربة بيت اب بوليسي. عنده واحد الشكل اللي كيجيب ليه الضحك ديال الاخرين، كيبقاو يشدوا فيه ويطلعوا عليه ويضحكوا عليه، حتى لدرجه انهم سماوه ناسوبي. ناسوبي كتعني الدنجاله، حيت وجهه طويل وقصير من الفوق وطويل من التحت. داكشي علاش بنادم اغلبيه الوقت يبقاو يضحكوا عليه. في لي زانترفيو ديالو كيقول عاود بانه فاش كان في المدرسه كانوا كيضحكوا عليه الدراري، وسورتو مع ان الخدمه ديال باه كل مره كيتحول، كان في اي مدرسه كيمشي كيبقاو يطلعوا عليه. ولكن هو كانت عنده واحد الموهبه ديال انه كيبقى يضحك بنادم، لدرجه انه ملي كيبدا يضحك بنادم ما كيبقاوش يضحكوا عليه، صافي كينقصوا دوك الشدان ديال بنادم وداك الشيء. هي فاش بدا انه كيفكر انه لقى بان الضحك هو الحلم ديالو، باغي يدير يشارك ويولي مشهور، يولي يضحك بنادم. بطبيعه الحال هادشي كامل ما كانش انه كان عنده صحاب بزاف، حيت في غالب الاحيان كان كيبقى بوحدو، كان كيفضل يبقى بوحدو، كيفضل يمشي للدار يبقى يتفرج في البرامج ديال الضحك داكشي. هادشي هو اللي زرع فيه ديك البذره ديال الكوميديا ديال انه يضحك بنادم، حيت بالنسبه لي انه يضحك بنادم هي انه كيفرحك. كانت عنده واحد النظره شويه كيفاش غادي نقولوا نيه شويه بزاف كان في الحياه. ولكن هادشي مع ذلك انه ما خلاش انه كيحبس المدرسه، بحيث انه كان من بين احسن الطلاب، كان كيقرا بزاف، كان حلمه يولي اركيولوج يبحث في الاثار وداكشي. وفي الاخير راه دار دراسات كبيره، مشى كيقرا القانون. انسان اللي طموح بزاف، مع انه تاثر شويه بداكشي اللي كان كيدار ليه في المدرسه وداكشي، ولكن ما خلاش يدير ليه عائق. وهذا مثال فريمون واعر، حيت انه مع كل هذاك الشدان وكل شيء ديال بنادم قدر انه يدير الدراسات، ولكن مع ذلك بقى في ذاك الجانب ديال الكوميدي واللي ما قدرش ينساه، مع انه دار دراسات كبيره. حيت ان المشكل في الجابون هي انك ما عندكش الحق دير اي حاجه في حياتك، ولا تختار شي مسار اللي هو تبع الاحلام ديالك بزاف، حيت راك عارف بحالنا حنايا غتجي تقول باك مثلا بغيت ندير هادي، غيقول لك هادي ما غاديش توكلك وما غاديش تجيب لك الفلوس. بنفس الطريقه في الجابون، ما هو عاد الكوميديا، ولكن باش يضمن راسو فضل انه يدير القانون، مع كاع المحاولات ديالو باش انه يبدل المسار ديالو وينسى داك الكوميديا ويفكر في المستقبل ديالو. حيت هي كانت بالنسبه ليه هو احسن وسيله باش انه يدير كارير مزيانه، وكان فكر فيها. ولكن لقى راسو عنده 20 عام كيقرا حاجه ما مرتاحش فيها، ماشي الدومين ديالو، ما عجبوش الحال. هو يديسيدي انه بدا يشارك في الكاستينغات ديال البرامج ديال الضحك. كيحاول بزاف، كونتاكتا بزاف ديال البرامج، ولكن في الاخير حتى وحده ما قبلاتو، حتى واحد ما نجح فيها. واحد النهار ديسيدا انه يعيط لواحد المعرفه قديمه، واحد صاحبه قديم، انه قال لي اشنو رايك نديرو ديو، نديرو فرقه ديال جوج كيضحكوا نشاركوا في البرامج. هما من بعد هما يبداو يمشيو يشاركوا في الصالات، في شي قهاوي ديال الضحك، كيديروا لي وان مان شو وداكشي، بداو كيجمعوا شويه الفلوس. ولكن مع ذلك ما صدقش لهم داكشي وهما يتفارقوا. كان دار بزاف د المحاولات باش انه يوصل لهذا الحلم ديالو، ولكن المهم غادي يدير اي حاجه باش يوصل، حيت في الاخر هو عنده ديك العقليه ديال انه فليكسيبل، كيفكر فهمتي، كيفكر بزاف، دائما كيلقى الحلول باش انه يوصل للحلم ديالو. من بعد كاع هاد المحاولات، نصيبي غادي يكتشف واحد البرنامج اللي كيقلب على دي كوميديان باش انهم يربحوا يشاركوا في واحد البرنامج. ولكن هما ما قالوش لك شنو هو الطبيعه ديالو. هاد البرنامج سميتو سيسونو ديم باشونن. هاد الانيم هذا كيقلب على الناس كيضحكوا داكشي، وبطبيعه الحال ناتسوبي ناتسوبي هو اللي غادي يربح، سينو ما غاديش تكون هاد الفيديو. غادي يربح. اش غادي يديروا ليه؟ غادي يعيجوا عنده واحد النهار في 1998، حتى البرنامج راه قديمه،
1998 غادي يهزوه في طوموبيل، غيديروا ليه لي زيكوتور، غيغطيو ليه عينيه وغيركبوه في طوموبيل وغيبقاو يدوروا به طوكيو كامله باش ما يعرفش راسو فين كاين. واحد الوقيته غادي ينزل من الطوموبيل، غيدخلوه لواحد لابارتمون، وديك هي المفاجاه، هي فاش غادي يحلوا ليه عينيه وغادي يكتشف واحد الغرفه فيها بزاف د الحوايج. そして車が止まった。ナスビは一体どこに連れて行かれるのだろうか。どうやら着いたようだ。ナスビが見たものは部屋。この殺風景な部屋の中にあるものはちゃぶ台、新しいハガキの山、ボールペン、電話、ラジオ、座布団、台所にはガスコンロ一つ、そしてトイレ、シャワー付きお風呂、エアコン、さらに全部最新号のたくさんの雑誌。するとなんと脱いで。はいはい、全部。マジパンツのですか？うわ、いいんですか？ بطبيعة الحال هو ملي دخل الغرفة تصدم بزاف، وكان قالها حيت ملي شفتو في الفيديو اللي درت دابا ان الغرفة راه ما فيها والو، وخاصو ضروري يربح هادشي، خاصو يربح مثلا الماكلة، يربح بزاف د الحوايج باش انه يعيش. حيت كان قالها في انترفيو، قال لهم انا ملي شفت هادشي فكرت قلت محال غادي نقدر ننجح، ومحال غادي نقدر ندير هادشي، حيت هاد القضية صعيبة، ولكن فكر بانه ضرب محاولات بزاف باش يوصل. اذا فرصة ما خصوش يزقلها وخصوش يعطلها. كيف ما قال ليه المخرج تاي مسمينو المخرج تاي، ما عطيش السميه ديالو، انه قال لهم بغى يجرب واحد التجربه اللي يشوف بنادم الدرجه ديال التحمل ديالو، وهي في هذا البرنامج اللي داروا ليه. واللي قلقني انا، زاد قلقني في البرنامج حقيقي، ما عطاش الاسباب وما عطاش علاش وما عطاش كيفاش. صافي دير لاحو في الغابه وقال لي سير عوم بحرك ومنك لراسك. الناس اللي صدموا هي انه فاش قال ليه المخرج تاي، قال ليه حيد حوايجك، راك كيف ما تشوف الفيديو حيدهم، قال لي خصك تبدا زيرو. وكيف ما لاحظتوا في الطبله حاطين ليه بحال واحد المجلات، دوك المجلات هما عباره عن مسابقات كتربح فيهم شي حوايج، ماكله، بابي طواليت، هادي الروز، اي لعبه خصك تربح. وكان الهدف من هذه المسابقه هي انه خصو ناصبي يشارك في دوك المسابقات ديال المجلات ويصيفطهم ويربح داكشي باش يعيش. وهذا هو المشكل الكبير، حيت انه المخرج تاعي فرض عليه، قال لي الا بغيتي تخرج من هذه الغرفه، قال لي خصك توصل الربح ديال 10000 دولار، عاد يمكن لك تخرج. صافي دير خصو يبقى يربح 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 يوصل للقيمه الشرائيه ديال 10000 دولار. صافي دير يربح مثلا البيض من هنا ب 20 درهم، يربح هذه ب 30 درهم. المهم خصو يبقى يجمع في الرباحات في جميع المجلات حتى يوصل 10000 درهم. وديك الساعه غادي يطلقوا المخرج. والعارف هادشي كامل هي انه قال لي شوف راه غادي نديروا هذه عام، هذه غير هذا غير زعما تجربه، وفي الاخر ما غاديش نديروها في التلفازه. صافي دير حط راسك انت في بلاصه نصيبي كتقاتل على شي حاجه اللي ما غاديش تدوز في التلفازه، وانت الغرض ديالك باغي تولي مشهور وغتشارك في مسابقه اللي خايبه وكضر بزاف، خصك تقاتل عليها باش تخرج منها. فريمون ما عرفتش كيفاش نصيبي كان كيحس ديك اللقطه. عقلتو فاش قلت لكم بان المخرج قال نصيبي، قال لي ما غاديش يدوز في التلفازه هذا البرنامج، فراه كذب عليه. بحيث ان والديه في الاول كان كيصحاب ليهم راه تخطف، حيت غبر عليهم بزاف د الايام وما بقاش كيبان، وما يكتشفوا هذا البرنامج ولقاو ولدهم فيه عريان كلشي كيتفرج فيه. حط راسك في بلاصه الوالدين، ما عرفتش فريمون كيفاش كانوا كيفكروا في ديك اللقطه. أه كنا تفكرنا اللقطه ديال كورونا، اللحظات ديال كورونا كنا كنا مسدودين، عندنا وسائل باش كينسيونا وكيصبرونا شويه، التليفون، كنعرفوا بنادم العالم اش فيه، كنقدروا ناكلوا، عندنا ديك الورقه نخرجوا نتقداو ولا بغينا. ومع ذلك بديتي كتسمع المشاكل، بعد مرات مشاكل صعيبه. حط راسك في بلاصه ناصبي عنده طبله راديو، خصو يتقاتل على المجال في المجلات باش يربح شي حاجه ما ياكل ولا ما يلبس. والكونتاكت الوحيد اللي عنده هو داك الليفرور اللي كيجيب ليه المجلات وكيمشي في حاله سير بلاص. فريمون هاد القضيه وهاد التجربه دي ما عجبتنيش، حيت فريمون كتقدر تدخل في مسائل بسيكولوجيه اللي تقدر تدمر لك الحياه ديالك. حيت حط راسك مثلا غادي تبقى شهور تما، وهو راه غادي يبقى بزاف د الايام، تبقى شهور تما ما
ما كتعرفش بنادم، ما كتلاقاش مع بنادم، ديما بوحدك، كتقاتل، تقدر تدوى مع بوحدك. عاطينا واحد المجلة محددة يا ربي، واحد الدفتر قالوا لي كتب لينا فيه الأحاسيس ديالك أنت كيفاش كتحس في هاد التجربة، باش يخليو بيان سور لي طراس ديال داكشي. فريمون تجربة غريبة. اللي ما قلتش لكم انايا هي ان ناصيبي الا ما ربحش اش غادي ياكل؟ عنده داك الخبز حرفي، ولا عنده الحق ياكل طالما ما يربحش شي حاجه. ولكن داز شي جوج سيمانات وهو يربح. اشنو ربح؟ ربح بحال نقول فلون، كويسات ديال الفلون. انتم عارفين بان هادوك راه ما غاديش اش غيديروا لك انت راجل كبير، ما غاديش تشبع، وكاين مشكله كيساليهم بالزربه. ومع مرور الوقت بدا كيربح شي حوايج. ربح تلفازه، اللي هذيك التلفازه ما كتشد حتى قناه. وانا اللي جاني غريب هي انه بقى ديما فرحان، ديما فرحان، ديما ناشط. هادي ما تفهماتش ليا القضيه، ديما فرحان ديما ناشط. فريمون في داك الظروف وداك الشيء كتبقى فرحان فريمون. هادشي كيقصح لك الموطور، ولكن او ميم طون يخربقك من جهه اخرى. وغادي يربح تاني ناصيبي، غادي يربح يربح واحد خنشه ديال الروز. وراك عارفون الجابونيين كيموتوا الروز، فرح بزاف. ولكن ما خلاوش لي فين غادي يطيبوا. ناصيبي غادي يجي عنده الطبيب، كيصيفطوا ليه طبيب في البرنامج، غادي يقلبو غادي يلقى عنده الصحة ديالو مزيان. مع ان راكم عارفين ضفارو طوال وشعرو طوال، كلشي عنده تخربق. واللي جاني غريب انايا هي انه ناصيبي قدر يربح شي حوايج بسهوله اللي ما عندهم، ما غاديش ينفعوه باش انه يعيش، بحال بيكالا، بحال ربح بلاي ستيشن، ربح فهمتي شي حوايج اللي ما غاديش ينفعوه. الحوايج اللي غادي ينفعوه تقاتل عليهم زعما باش يربحهم باش يعيش. واحد النهار غادي يجيو عندو لي برودكتور في الليل، غادي يفيقوه، غادي ينوضوه. بطبيعة الحال ناصيبي غادي يفيق، غادي يقول لهم واش ربحت المليون؟ ربحت المليون ديال الين، ربحت 10,000 دولار. يقولوا ليه لا. جاو عنده باش يحولوه يدوه ابارتمون اخرى. ايوا هو المشكله شنو هي؟ انه غادي يهزوا ليه شي حوايج وغادي نساو ليه شي حوايج مهمين اللي من بينهم الخنشه ديال الراس. ديك اول مره غادي يطلع لناصيبي الدم، ديك راكي غادي يتعصب. غادي يجي وغادي يكتشفوا بانه يلا وصل شي 500 الف ين، صافي دير 5000 دولار، مازال ما وصلش ل 10000. مع مرور الوقت غادي يكمل، يدوز الوقت. والحاجه اللي ما قلت لكم هي غادي يكمل العام. راه دوز عام في داك البيت، عام. تخيلوا عام. هاد الديتاي مبغيتش نقول لكم باش جيسبيغ غادي تكون مفاجاه، ولكن راه غريبه. عام غادي يدوز العام وغادي يكمل المليون. ناصيبي يدوز عام. ما عرفتوش نتوما كتصور بان عام في بيت شحال صعيبه. وكنا كنعرفوا بان عام في بيت بوحدك يقدر يبدل لك واحد حياته كامله. حيت انه ناصيبي دوا مع بزاف المجلات وبزاف البرامج، وقال لهم بان اصعب حاجه كانت عندي في في داك البيت هي ان الوحدانيه، ما كندوي مع حتى واحد. وكانت الخدمه ديالي الوحيده هي انني كنعمر مجلات باش انني نخرج. قال لهم بعض المرات كنت كنفكر في الانتحار. ناصيبي من بعد غادي يخرجوه، غادي يعطيوه حوايج. الوعره شنو هي؟ في الاول من عطاوه اول مره الحوايج بالزربه حيدهم، ما كانش مرتاح لهم ما ولف يبقى عريان. ولكن من بعد ملي خرج ديسيدو انه خرجوه، داوه فين؟ لكوريا الجنوبيه. سافروا به باش يجرب الماكله ديال كوريا الجنوبيه، حتى داك البلاد كتعجبو، الماكله كتعجبو، مازال ليه الباربيكيو ديال كوريا. الوعره هي انه ملي غيسالي هادشي كامل غادي ديوه لواحد لابارتمون في كوريا الجنوبيه. وغادي يجي عندو المخرج الثاني غيقول ليه شوف، خاصك تربح التيكه ديال الطياره باش تمشي. بطبيعه الحال ناصيبي غادي يربحو بسهوله، غادي يدوز بالزربه. المخرج ما عجبوش الحال حيت داز الامور بالزربه. غادي يقول ليه شوف، خاصك تربح التيكه ديال الطياره ويكون في بيزنس كلاس، في اغلى وحده. وبطبيعه الحال غادي يربح تاني. ناصيبي ملي سالا وداو رجعو للجابون، بدا غادي فرحان، قال صافي ساليت، فكيت الامور ديالي دازات، صافي انا ربحت غادي نسالي. مع ذلك غادي يديوه لواحد الغرفه، غادي يدخلوه ليها، غادي يدخل. بطبيعه الحال ولا عندو ريفلكس كيحيد حوايجو، حيت كيف ما قلت لكم مابقاوش كيعجبوه الحوايج. شويه والحيوطه ديال ديك الدار غادي يطيحوا. غادي يكتشف بانه وسط برنامج، وسط استوديو ديال البرنامج، كلشي كيشوف فيه عريان. واكتشف ديك اللحظه بانه راه كان كلشي كيتفرج فيه. شحال هادي عام هادي وهما كيتفرجوا فيه.
حطوا ريوسكم بلاصه ناصوبي، حطوا ريوسكم بلاصه هاد السيد اللي عام اعوام ماشي عام، راه عام وشي حاجه دابا، وهو كيتفرجوا فيه الناس عريان ما مسوق ليه حتى واحد. كيفاش فريمون غادي تحس انت في بلاصتو؟ انا خلاصه ديال هذا الفيديو هي انني لاحظت بان في لي شو دوك دوك البرامج بحال التلفزيون هادي، ما عرفتش علاش بان الشر ضروري ما خصو يكون. حيت بطبيعه الحال بما انك انت كتفرج في واحد كيضرب تماره باش انه يربح شي حاجه، عريان ما عنده حتى حاجه وديما بوحدو، ما كتفكرش بانه داك الانسان راه كيعاني. كتبقى تضحك كيف ما كتشوفوا في الناس كلشي كيضحكوا، ما كتحطش في بلاص راسك في بلاصتو. وان التلفازه في ديك اللحظه في داك البرنامج ديال الجابون كانوا كيزيدوا شي مؤثرات صوتيه اللي كيبين لك داكشي راه كيضحك، بحيث انه داك اللقطه مثلا فاش نساو ليه الخنشه ديال الروز ديالو اللي هو كان فريمون محتاجه، كان كيغوت، كيزيدوا المؤثرات الصوتيه كيبانوا لك انت راه نورمال، حاجه عاديه ما كتاخذوش او سيريو، كيبان لك راه كيتبعكاك ولا كيغوت، الوغ كو شي حاجه راه مهمه، الا ما كلاهاش راه غادي يموت. المهم، شكرا حيت كملتوا الفيديو حتى الاخر، نتمنى ان تكون عجباتكم الفيديو. حاولت ما انا ممكن انني ندوي لكم على هذا الموضوع ببساطه وبسطت لكم اكثر طريقه ممكنه. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش لايك سبسكرايب، بارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي كتعرفوا. الى عندكم شي فكره ديال الموضوع بغيتو ندوي لكم عليه وباغيين تسمعوا عليه، انا مرحبا، انا معكم. شكرا بزاف حيت بقيتوا على الاخر، ما تنساوش سبسكرايب. يلا مع السلامه.